أولا وقبل كل شيء لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. إلى التفاصيل. الكونغرس الأمريكي يصفع البوليزاريو وينتصر للوحدة الترابية للمغرب. بعد أن استبعد مشروع ميزانية الاتفاق العام لسنة 2019 المقدم لمجلس النواب الأمريكي الصحراء من المساعدات المالية المخصصة للمغرب، تحرك المشروعون الأمريكيون بمجلس النواب لاحتواء الموقف، مما جعل مشروع القانون الأخير يميل أكثر نحو الحفاظ على العلاقات التقليدية بين الولايات المتحدة والمغرب، ليتم في النهاية تقديم قانون مالي جديد لا يتم التمييز فيه بين المغرب والصحراء، ويقدم المساعدات المخصصة للأقاليم الجنوبية كجزء من المساعدات المقدمة للمغرب. وفي مطلع يناير الجاري طرح مجلس النواب الأمريكي للتصويت مشروع ميزانية يفصل المساعدات المقدمة للصحراء عن المساعدات المقدمة للمغرب، وهو موقف مخالف للمواقف السابقة للكونغرس الأمريكي الذي اعتاد التصويت في السنوات الماضية على مشاريع ميزانية تنص على أن الأموال الموجهة لدعم المغرب يجب أن تشمل منطقة الصحراء. وكان موقف مجلس النواب الأمريكي الأخير قد خلق توجسا لدى المغرب من أن يكون هذا الموقف جزءا من المواقف الأخيرة للإدارة الأمريكية والمعادية لمصالح المغرب، خاصة الموقف الأمريكي الأخير بمجلس الأمن، والذي كان وراء التمديد للمينورسو لمدة 6 أشهر فقط بدل سنة كما هو معتاد في السنوات الأخيرة. وحديث المستشار الأمريكي للأمن جون بولتون المتزايد عن جدوى بعثة المينورسو وضرورة ممارسة ضغوط على الأطراف لحل مشكل الصحراء.